تسلل هذا الصبي إلى الحافلة دون تذكرة. سأله السائق عن وجهته، لكن الصبي لم ينطق بكلمة واحدة، فسمح له السائق بالركوب بصمت. وبعد انتهاء دوامه اكتشف السائق أن الصبي قد ملأ زجاج الحافلة بالرسومات واضطر لتنظيفها بنفسه. في اليوم التالي حاول الصبي الركوب مجددا، فقال له السائق إنه يجب أن يشتري تذكرة. عند سماع ذلك نزل الصبي بهدوء، لكنه عاد وتسلل من الباب الخلفي. كرر الرسم وكرر السائق التنظيف، فقرر أن يبحث عن حل. صار الصبي يركب الحافلة كل يوم ويرسم رسومه المفضلة على النوافذ. وفي أحد الأيام رأى السائق الصبي يتسلل مجددا، فأمره بالنزول فورا. نزل الصبي، لكنه بدأ يركض خلف الحافلة كما لو أنه نسي شيئا مهما. أراد السائق التوقف لكنه لم يستطع. في البداية شعر بسعادة لأن النوافذ بقيت نظيفة، لكن الصبي لم يعد، ومع الوقت بدأ يفتقده. ثم وجد صندوق ألوان الصبي وكان عليه عنوان مكتوب. ذهب السائق إلى ذلك العنوان فوجد أن الصبي منقل إلى المستشفى، واكتشف أنه مصاب بالسرطان. عندها أدرك السائق أن الصبي لم يكن يحتاج إلى تذكرة، بل كان يحتاج إلى صديق. بعد ذلك لم يكتفي السائق بمساعدته، بل أخذه في رحلة خاصة وزين الحافلة كلها بالرسومات التي يحبها الصبي.